ثلاث فنانات الحمد لله اختفوا الجزء الثاني. رقم واحد بالنسبه لي يا جماعه، اللي انا مش عارف ازاي ما اتكلمتش عنها قبل كده، هي استاذه سمية الخشاب. انت عارف وانا عارف ان هي ست حنش ما شاء الله يعني، بس هي الفكره مش في الاحناش، الاحناش كتير، الحنوشه ملت البلد. لكن هي كفن يخرب بيت يعني. انا لما كنت بشوفها يا جدعان، في سمنه، في تقل دم، في عارف انت اللي هو الوضع ما كنتش بستلطفها خالص يعني. اسمها الخشاب الحمد لله ان هي ايه بتتلاشى من ساعه ما احمد سعد فرقع لها الطحال. اما الفنانه رقم اتنين اللي انا بشوفها عباره عن مسلسل واحد بس هو التاريخ بتاعها كله، هي ساره سلامه. يا ساره سلامه دي كانت هوت شورت سنه 2014، مسلسل ابن حلال. بس كده يعني، انت فاهم، هي ظهرت بعد كده في حاجات بس محدش اهتم بهذا الشيء تماما، الحمد لله ان هي راحت مع اللي راحوا، لان ما كانش ليها فيها خالص يعني. سمية الخشاب لها فيها شويه. اما الممثله رقم ثلاثة، اتمنى تكتبها لي انت في الكومنتات ونتناقش فيها سوا وبس. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش الكومنتس كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك. سلام.